وطبعا قصة السيدة هاجر وسيدنا إسماعيل عليه السلام. تخيل لما أم وحيدة في صحراء معاها طفل رضيع، لا أكل ولا شرب، تفتكر عملت إيه؟ هل هي قاعدة مستنية رزق ينزل من السماء؟ رغم إن ربنا كان آمر لسيدنا إبراهيم إن هي تعمل كده، وعارفة إن ربنا مش هيضيعه، لكنها قامت تسعى بين الصفا والمروة 7 مرات تدور على أي مية، وفي الآخر رزقها ربنا بأعظم رزق، زمزم، مية مش بتنضب لحد النهارده. والعبرة من القصة دي يا جماعة إن الرزق محتاج سعي مش كسل. واللي عايز أقوله لحضرتك، اسعى زي ستنا هاجر حتى لو الطريق صعب، وربنا هيبعت لك خير من حيث لا تتوقع.